صباح الفل على احلى ناس في الدنيا. والله يا جماعه الكلام ده طالع من القلب اقسم بالله، ولا في نفاق ولا في اي خزعبليات. انا مش متخيل ان الفيديو الاول اللي انا نزلته على القناه اللي بحكي فيه بدايتي هيجيب المشاهدات دي يا جدعان. انا كنت جاعل بالكثير هيبقى 4 مشاهدات بس اللي اتضح لي ان انك تبدا احسن من انك تحلم وانت واقف. يعني مثلا انسان بيحلم مثلا ان يبني مثلا مركب، تمام، وافترضنا ان هو مثلا قاعد على جزيرة، وافترض برضو ان في شخص معاه تاني بيحلم بنفس الحلم. الشخص الاول قرر انه يقعد مكانه، تمام، ويفضل يدعي ربنا انه ينجيه من المأزق دي، والتاني قاعد يعمل نفس الكلام ويدعي ربنا انه ينجيه من نفس المأزق، زائد العمل والسعي. لف الجزيرة ولما حطب، المهم، وربط الحطب في بعض، المهم كون يعني مركب في الاخر. ده بيعلمك ايه؟ انك احلم وسعي، يعني احلم وقوم اعمل الحاجة على طول، ما تستناش انك انا محلم مثلا اني عاوز كذا وكذا وكذا وانا قاعد، مش هيحصل. يعني مثلا نفسي ابقى صانع محتوى وما عملتش فيديو، او ما عملتش وما قدمتش اي حاجة، خلاص ما حدش هيشوفك ولا كأنك عملت اي حاجة، كأن حلمي ده ايه؟ هباء. فانا قررت ابدا ونفسي يعني ابقى صانع محتوى، فقررت انزل الفيديو الاول واتعلم الخطا من اخطائي. يعني الفيديو الاول مثلا انا حسيت ان في لك في الكلام و... وتلحسمات في الكلام، فقررت اعمل فيديو تاني اصلح فيه الخطأ دي. فعشان كده انا بدأت البداية دي ليه؟ عشان اعلمك حاجة، اني اني او انتي لنا نفس الحلم، بس مش اني او انتي اللي هنمشي على نفس الخطوات. انت ممكن تمشي على خطوات غيري، وممكن الناس تحب خطواتك انت، وممكن الناس تحب خطوات تانية، وكل واحد وقبوله يا جماعه. يعني في ناس عندها قبول، في ناس بتجيب مشاهدات كتير اسرع عن انك عندك قبول، مش معنى ذلك انك انت فاشل، لا بالعكس. السر بيكمل في الاستمراريه. حلوة حلوة يا ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ثبتني، صدقتك واقتنعت. هايل هايل والله. تنزل فيديو ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، هتلقى نفسك في مره من المرات فيديو ضرب معاك، تمام، وبقيت في العلالي، بقيت مشاهدات ومشتركين، والحلم بتاعك بدأ يتحقق، تمام، والناس بقت تشوفك والناس بقت تحبك وتدعمك. بس البداية صعبة، انت محتاج زقة كده عشان توصل، بس البداية صعبة. اي انسان في الدنيا في اي مجال اول ما يبدأ صعبة ان يوصل لأي حد. وخلقنا الانسان في كبد، صدق الله العلي العظيم. يعني الانسان دايما تعبان، وانت لما تبدأ مثلا، وافترضنا انك انت مثلا اتخرجت من جامعة، كلية هندسة او تجارة او طب او حقوق، ورحت تقدم على وظيفة، فاول سؤال هسأله لك السي في بتاعك هيقدم لي ايه، او انت هتقدم لي ايه، يعني ايه شغلك، تمام. فانت طبعا السي في بتاعك نظيف، ما فيهوش اي كورسات ولا مهارات ولا اي حاجه، فهتلقى البدايه صعبه، ما حدش هيقبلك اول حاجه. مع ان غيرك نفس الكليه ونفس السي في، بس زود استمراريات واخطاء وغلطات واخد كورسات ووقع وطلع ونزل، فطبيعي 100% هيقبلوه. طيب يا سيدي شكرا كفاية. طب انت ليه يعني يا خالد انا ليه ما اتقبلتش؟ ما انت ما قدمتش حاجه، ما حاولتش. يعني زي مثلا اي حد مثلا بيفتح قناه يوتيوب، بس مش اي حد بيكمل. هو مثلا فيديو ما جابش 1000 خلاص انا مش هكمل، بالعكس انت الفيديو لو جاب مشاهده واحده. كذاب. هذا كذاب منتهي. نصدقه بعد حنا؟ هذا كذاب. كمل الفيديو الثاني مشاهدتين، كمل الفيديو الثالث، وهكذا لحد ما توصل للتارجت اللي انت عاوزه. ايا كان، ان شاء الله كنت حلمك توصل مليار متابع، هتوصل، والله هتوصل.
الكلام ده في ناس هتقول لي لا يا خالد الكلام ده كلام قصص لما يحكوه، قصص لما يحكوها ايام زمان، يقول لك الحلم والهدف والكلام ده كله. طب انا دلوقتي انا ضربت المثال، انا لسه فتحت قناه. انا كان نفسي، انا اصلا من سن 15 سنه كنت نفسي افتح قناه، قعدت اقدم مبررات لحد ما وصل سن 20 سنه. 5 سنين يا جدعان بدي مبررات وما وصلتش ليها حاجه. لكن السنه دي انا قررت ابدا ليه، قلت هقيس الفرق اللي انا انسان ما بداتش بين انسان بدا. ادي معاكم مستر بيست ده خير مثال، الراجل حاليا دخل على نص مليار متابع على ما اعتقد. بدأها، انا سمعت انه هو قاعد 2 سنين عشان يجمع 1000 مشترك. فده اقوى حافز ليك، اقوى حافز. طب ما تجرب يا اخي، انت غرمان حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ انت خسران كل حاجه. المهم يا جماعي انا هختم الفيديو بانك تدعمني. ادعمني وفكني من الدنيا، ادعمني وفكني من الدنيا. انا اولا معيش اي معدات متطوره ولا اي معدات كاميرات 4K ولا الكلام ده كله. انا انسان من تحت الصفر، انا بصور بتليفون بسيط اهو، تليفون بسيط اهو، المعالج بتاعه حتى ما يشغلش ببجي. فهقرر مثلا هتكلم معاكم في مواضيع تخصكم، هبدأ اتكلم مثلا اعمل فيديو عن حاجات بسيطة لحد ما الدعم يزيد، وان شاء الله باذن الله والفلوس تزيد، قصدي ما تفهمنيش غلط عزيزي المشاهد، واجيب معدات جديدة باذن الله ونبدأ المحتوى الصح. بس المهم ما تنساش، اوعى تنسي السعي والاستمرارية. السلام عليكم.